السلام عليكم مشاهدينا الكرام داخل الوطن وخارج الوطن والعالم العربي. ان شاء الله كما كتشوفوا معنا اليوم وصفه جديده عباره عن كيك تبع عيد الميلاد، يعني سبونج وكريمه وكاناش الشوكولات. الاشياء اللي غنحتاجو في هذا الكيك ان شاء الله نعطيوكم المقادير ديالنا كما كتشوفوا معنا. عندنا هذا القالب نصوبو على العباره هذه، عندنا السبونج ديالنا، عندنا الكريمه ديالنا مطلعينها، عندنا الكاناش الشوكولاته، عندنا واحد شويه الفواكه قطعناهم تفاح كيوي فراوله، عندنا السيرو ديالنا. ان شاء الله غنخليكم تنطقوا وصف الطريقه ديال الجينواز سبونج والغاناج والكريمه ان شاء الله والسيرو باذن الله. وكنقطعوا القالب ديالنا بهذه الطريقه هذه، شوفوا معنا بهذه الطريقه هذه. غادي نقطعوا جوج حبات وغادي نصوبوا الكيك ديالنا. يلا على بركه الله. ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وديروا لايك وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. شوفوا بهذه الطريقه هذه قطعنا جوج ديالنا، شوفوا معنا هذا. دابا غنصوبوهم ان شاء الله باذن الله، خليكم معنا. غادي نقطعوا السبونج ديالنا على جوج بهذه الطريقه. بهذه الطريقه هذه غنجيبوا السبونج الثاني ثواني نقطعوه بنفس الطريقه كما كتشوفوا معنا دائما. كتشوفوا معنا كانوا عندنا 4 حيدنا وحده، نخدموا غير ب3 ديال القطع. 3 كنجيبوا الكارطون ديالنا نحطوا عليه الكيكه ديالنا، كنجيبوا السيرو وكنسقيوه بهذه الطريقه هذه. بالنسبه اللي بغى القياس ديال السقي يعني نسيطرو ديال الماء، واحد 250 غرام ديال السكر، وواحد الليمون، وقليل من الفانيليا. كنخليوه يتطبخ، كنخليوه يبرد مزيان، عاد كنخدموا به كنسقيو به السبونج ديالنا او الجينواز. هنا السبونج ديالنا كنجيبو الكريمه ديالنا دائما خليوها في الثلاجه باش تبقى بارده، باش تبقى شاده راسها بهذه الطريقه هذه. يعني سهل جدا. دابا نركبوا واحد شويه ديال الفروت بهذه الطريقه، ونديرو كاناج من الفوق، واحد شويه ديال كاناج شوكولاته على حسب المذاق، كل واحد له الاختيار ديالو. كاناج شوكولاته بهذه الطريقه هذه. كنحاولوا نفرقوها على الجانب ديال الكيكه ديالنا بهذه الطريقه. الطبقه الثانيه عاوتاني كنسقيوها بالسيرو دائما. بالسيرو ديالنا عاوتاني بنساليو نديرو الكريمه، شويه ديال الفواكه مع كاناج الشوكولاته. غادي نديرو الكريمه ديالنا من فوق، شويه ديال الفواكه بهذه الطريقه. ونديرو كاناج الشوكولاته ديالنا. دابا غنديرو الطبقه الثالثه الاخيره، وغادي نسقيوها بالسيرو ديالنا. بالسيرو ديالنا وغادي نبداو نماسكيو. نديرو الكريمه كامله، نغطيوها بالكريمه ديال التغليف بالكريمه. نقطعو هاداك الجوانب ديالها بهذه الطريقه هذه باش نقادو الكيكه ديالنا، باش متاخدناش في التغليف الكريمه بزاف. بهذه الطريقه كنقطعو من الفوق وحنا غاطين. طريقه سهله جدا، دائما نفس العمليه على الكيكه كامله. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وتخلونا التعاليق، وبالنسبه اللي بغى شي وصفه يخلي لنا تحت الفيديو ان شاء الله. مرحبا بكم. ديالنا الصفراء يعني ممكن تضيفوا لها اي لون، ضفنا اللون الاصفر. شوفوا معنا كنحاولوا نديروا لها تغليف او تلبيس بالكريمه ديالنا، نرفوها كامله بهذه الطريقه هذه. ديالنا بهذه الطريقه هذه كنحاولوا باش تكون قاده عندنا، ما تكونش عندنا كريمه بزاف. حيد هذا التيشو.
كما كتشوفوا معنا، خليكم معنا دائما. السباتور باش ندير الفينيشن الاخير. شوف معنا دابا نجيب السباتور ديالي وندير الفينيشن بهذه الطريقه هذه كيف تشوفوها. ديما غير باش ندير السباتور حاليا غادي نفينيوها بالجيلي ديالنا من الفوق ديالنا جاهزه. وجبنا واحد الكورني ديال الجيلي او الناباج ودينا له اللون الاصفر، وكنحاولوا نديروا له هكا بهذه الطريقه هذه مزيان. شوف معنا بالطريقه هذه. زين ديال اخر مرحله شوف معنا بهذه الطريقه هذه. دابا نحاولوا الميل الزايد بهذه الطريقه هذه، نديروا هنا واحد شوف معنا. ولا نديرو السميه اللي بغينا. كما كتشوفوا معنا الكيكه ديالنا جاهزه معنا. واحد حبات هنايا الجمهور كتشوفوا معنا الكيكه ديالنا هي جاهزه بهذه الطريقه هذه سهله، تقدروا تصاوبوها في البيت ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو بالجرس والسلام عليكم.